السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. نتمنى كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم مديحه من قناه شهيوات مديحه مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه ديال التفاح. كتجي بنينه وهشيشه ومعلكه بمقادير بسيطه، وكيف معروف ان دابا راه التفاح راه موجود، لما لا نستغلو نديرو بها احسن كيكه تكون زوينه. وما تنساوش كيف ديما تشتركوا معايا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كنحتاج هنايا 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. ديجا درت فيهم واحد رشيشه ديال الملحه، غادي نطربهم هكا بالضرب الكهربائي ولا بالخلاط. كنضيف هنا واحد الكاس ديال السكر سنيده ما يكونش عامر. غادي نطرب البيض مع السكر مزيان حتى يذوب، وعاد غادي نضيف المقادير اللي غادي نذكرهم معكم. عندنا واحد 16 ديال الفاني، غنطرب مزيان هذا الخليط. طربوا البيض مزيان باش تجيكم الكيكه مفشفشه ومنفوخه، كتجي اسفنجيه. غادي نضيف هنايا كاس ديال الحليب. المقادير غادي يكونوا كاملين بحراره ديال المطبخ، يكونوش باردين. وغادي نضيف كاس ديال الزيت، نضيفوها هكا شويه بشويه. غادي نضيف واحد الكاس ديال الكوك، يعني هذا الكوك اختياري، بغيتو تضيفوا الا كان عندكم موجود ضيفوه، ما عندكمش ماشي مشكل. غير هو كيجي في الكيكه كتجي معلكه. غادي نضيف واحد الياغورت طبيعي، الا كان عندكم الياغورت ديال الفاني ولا البنان نضيفوه. انا كان عندي هذا متوفر واستعملته. غادي نخلطو ونضيف الكوك. غادي نضيف الدقيق بالتدريج شويه بشويه. الا درتو الكوك ديروا الدقيق غير شويه بشويه، حيت الكوك راه معروف كيشرب السوائل، يعني ما تضيفوش الدقيق بزاف، ضيفوا غير بشويه وانتما كتحركوا حتى تحصلوا على القوام المناسب، اللي ما يكونش الخليط ثقيل بزاف ما يكونش خفيف بزاف. غادي نضيف واحد 2 ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلويات. صافي الاثناء انايا كنت شعلت الفران باش يسخن، كتشعلوا عليه لتحت والفوق يسخن على 180 درجه حتى نبغيو ندخلوا الكيكه ونديروا الحراره غير لتحت، عفوا النار غير لتحت. الا كان عندكم مروحه شعلوها، انا ما كانش ماشي مشكل. نضيف هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخل وغادي نخلط. صافي هذا هو القوام ديال الكيك.
غادي ندوز معكم نديروا الحشوه. هاد الكيكه كتجي رائعه في المذاق، حيت غندير فيها اضافات يعني يصلح حتى الوليدات هكا يدوها معاهم في اللانش بوكس ولا في الكوتي. صافي هذا هو القوام كيف كتشوفوا بحال هكا، تبقاو تحركوه حتى تشوفوا داك الخليط بانه ما كيتقطعش. صافي غتريدو من الدقيق، فتجيبوا المول ديروا استعملوا المول اي مول عندكم، مدور ولا مربع ولا طويل، المهم اللي عندكم استعملوه. دهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق. صافي غادي نضيف بحال هكا وندوز معكم الحشوه. صافي نستفوا بحال هكا كامل. كتشوفوا هذا هو وقته، التفاح راه موجود. دابا نضيف واحد شويه ديال الزبيب. هاد الاضافات اللي كنديرهم اختيار. شويه ديال الزبيب، غادي نضيف واحد شويه ديال بيبي الشوكولا بحال هكا، واحد الرشيشه. انا تعجبني كي كتكون هكا مقومه، ديروها مقومه بحال هكا متنوعه باش ياكلوها الوليدات. غادي نضيف هنايا السكر ديال نكهه البرتقال بحال هكا باش ينسم ليا. صافي غادي نضحها في الفران طيب. غادي نشعلها غير من تحت الطيب، على ما طيب غادي نشعلها من الفوق ونتلاقاو في الشكل النهائي. بعد ما خرجتها من الفرن كتجي على هذا الشكل، كتحمر، كتاخذ واحد اللون ذهبي. كيف كتشوفوا راه داك الحشوه درناها من الفوق كتبقى يعني الفوق ما كتهبطش. يعني الوصفه ناجحه 100%. تبعوا غير المقادير وان شاء الله تحصلوا على النتيجه المرضيه. غادي نزينها من الفوق بصوص كراميل ولا صوص شوكولا اللي عندكم، ولا تخليوها حتى هكا راه كتجي زوينه. كلكم ديروا دهنوها بكونفيتور ولا الناباج، يعني كيبقى لكم الاختيار. باش تخليوها هكا خليوها هكا راه كافيه. صافي بعد ما غتبرد غادي نحطها في طبق التقديم. غادي نقطعها معكم ونوريكم الشكل ديالها. هذا هو الشكل النهائي بعد ما كملت لها التزيين. كتجي بحال هكا، راه كتجي في الشكل ولا حتى في المذاق رائعه. كتجي من الداخل معلكه وبنينه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. غادي نقطع معكم واحد المورصو. كتشوفوا بعد ما قطعتها كتجي بحال هكا، راه من الداخل كتجي شيشه، كتجي معلكه بداك الكوك. وهاد المقادير اللي ذكرتها معكم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساونيش كيف ديما بالتعاليق ديالكم بالاعجاب. ومور قناه فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه، الى اللقاء بالصحه والراحه.